تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إعجاز علمي يؤكد أن الإنسان يعود بعد الموت. ما هو عجب الذنب؟ لقد أودع الله جسد الإنسان ما يثبت أنه سيعود للحياة مرة أخرى. سوف نعرض لحضراتكم في هذه الحلقة أن الإنسان لا بد أن يعود للحياة مرة أخرى بعد الموت، فكونوا معنا. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يدعي من ينكر البعث أن الإنسان بعدما يتحول إلى تراب لن يعود إلى الحياة مرة أخرى. لذلك فقد أودع الله سبحانه وتعالى جسم الإنسان شيئا عجيبا، وهو جزء صغير جدا في أسفل العمود الفقري يسمى عجب الذنب. وقد بيّنت البحوث العلمية الجديدة جدا أن الشيفرة أو الشريط الوراثي الأولي الذي خلق منه الإنسان موجود في هذا الجزء المتناهي في الصغر. والشيء العجيب أن الإنسان بعد موته يبدأ جسمه في الانحلال والتفكك ويفنى الجسد كله باستثناء عجب الذنب هذا. وقد قام العلماء باختبار هذا الجزء من الإنسان وتعريضه لأقوى العوامل من إشعاعات وسحق وضغط ودرجة حرارة وغير ذلك، فتبين ثبات هذا العجب والحفاظ على تركيبه مهما كانت الظروف. وهنا تتجلى عظمة البيان النبوي عن هذه الحقيقة العلمية الثابتة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وسبحان الله الذي علم هذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم أنبيائه، فهل من المنطق العلمي أن يعلم محمد بحقيقة علمية دقيقة لم تنكشف أمام العلماء إلا في نهاية القرن العشرين؟ إن الجزء الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صغير جدا، والشريط الذي بداخله لا يرى إلا بالمجاهر الإلكترونية المتطورة. وإذا تأملنا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: منه خلق وفيه يركب، نجد في هذا الكلام العلمي البليغ معجزة علمية. فلولا